السلام عليكم. هنشوف النهارده اسهل طريقه ناخد بيها الاتاتشمنت من جوه الشيربوينت ليست ونحطها معانا جوه البادي بتاع الايميل. مش بايدينا طبعا، بالاوتوميشن. يلا بينا. طيب زي ما احنا شايفين كده، ده واحد من الابلكيشنز اللي انا بشتغل عليها. الابلكيشن ده انا حطيت فيه اتاتشمنت، وعاوز مجرد ما ادوس على زرار السبميت يروح ايميل للشخص، والاتاتشمنت اللي حطه هنا الصوره مثلا. بما ان احنا بنتكلم على ديفكت، فده كواليتي كنترول ابلكيشن، ده كيو اي تراكر، فاحنا بنتكلم على ديفكت. فانا هصور الديفكت ده، والديفكت ده عايز احطه جوه الاتاتشمنت، وبعد كده يدخل جوه البادي بتاع الايميل زي ما اتفقنا. نبدا بان انا اعمل الاوتوميشن نفسه. انا هعمل الاوتوميشن المره دي من جوه باور ابس، وده احيانا بيبقى الطف لما تعمل الاوتوميشن من جوه باور ابس. لو انت هتستخدمه مع باور ابس هدوس اد فلو، وبعد كده هقول له كرييت نيو فلو، هقول له كرييت فروم بلانك عشان انا هاخد الخطوات بتاعتي بقى مع نفسي. تمام، هنا قال لي باور ابس V2 كده، التريجر بتاعه هيبقى تريجرد من جوه باور ابس. فانا هعمل ايه؟ انا هقول له هيتريجر من جوه باور ابس، وخد معاك رقم زي ما اتفقنا قبل كده لما عملنا الانستنت كلاود فلو. خد معانا رقم، والرقم ده هيكون الاي دي بتاع الشيربوينت ايتم. طيب هنقول له نيو ستيب. الستيب اللي هنعملها هنا هي عبارة عن ان احنا هنقول له جيت ايتم. وجيت ايتم مش جيت ايتمز، لان ايتمز هيجيب لي كل الايتمز اللي جوه الشيربوينت. لا، انا عايز جيت ايتم معينة، لان انا عارف الاي دي بتاعه اللي هجيبه من جوه باور ابس. هختار بقى السايت والليست، والاي دي طبعا انا جايبه من جوه باور ابس، فهختار النمبر ده جوه باور ابس، وبعد كده هعمل نيو ستيب. الستيب اللي بعد كده ان انا عاوز اخد الاتاتشمنت اللي موجود جوه الايتم ده، فهقول له جيت اتاتشمنت. اختار برضو السايت ادرس تي اي تراكر، والاي دي المره دي هجيبه عادي من جوه جيت ايتمز، هو كده كده نفس الاي دي. الخطوه اللي بعد كده هدوس نيكست ستيب، وهختار جيت اتاتشمنت كونتنت، يعني انا عايز اطلع الكونتنت اللي جوه الاتاتشمنت دي، فهقول له جيت اتاتشمنت كونتنت، وهجيب السايت والليست والاي دي، وبعد كده طالب مني فايل ايدنتيفاير، ده اللي هجيبه من الخطوه اللي قبلها على طول، اللي هو جيت اتاتشمنتس. هجيب الاي دي، دخلها لي جوه ابلاي تو ايتش، انا تمام ما عنديش مشكله لانه ده الطبيعي. وبعد كده هدوس نيو ستيب. الستيب دي عايز اعمل فيها ايه؟ عايز اعمل فيها كومبوز. كومبوز كل الحكايه ان انا عايز احول الصوره لكود، فانا هاخد الصوره دي واحولها لكود اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو بيز 64. ازاي هعمل كده؟ جوه كومبوز هختار اكسبريشن وهكتب بيز 64. وتاني افكر حضراتكم، بيز 64 ده عباره عن ايه؟ بيز 64 ده عباره عن ان انا باخد الصوره احولها لكود، وبعد كده بعد ما احولها لكود هروح جوه البادي بتاع الايميل وارجعها من كود ارجعها صوره تاني. تمام، الخطوه دي افضل خطوه تتعامل فيها مع الصور. انا محتاج جيت اتاتشمنت كونتنت، واحيانا كده لما بدوخ جوه الاولد فيرجن او الاولد ديزاينر بتاع باور اوتوميت برجع للنيو ديزاينر، لانه النيو ديزاينر بيبقى في بعض الحاجات بيبقى احسن بكتير. في الاول كنا متضايقين من النيو ديزاينر، بس بعد كده اكتشفنا ان هو فعلا احسن بكتير. طيب همشي ده كده وهقول له سيف. هحط هنا اي حاجه عشان اقفل الفلو بالشكل ده، واروح على النيو ديزاينر عشان اعرف اتعامل معاه احسن. هو دلوقتي بيعمل سيفنج، بس خلي بالك احنا نسينا ندي اسم للفلو ده. هو هيسميه untitled flow، بس عايزين نغير الاسم ده، هنبقى نغيره تاني من جوه باور اوتوميت. اول ما هيبقى سيفد هينزل معاك هنا على طول جوه باور اوتوميت. اقدر اعمل له طبعا edit واغير الاسم زي ما اتفقنا. هنيجي هنا وهنقول له ده عبارة عن send picture to email body، وهدوس انتر وهعمل سيف تاني. خلاص قال لي سيفد. هروح دلوقتي على باور اوتوميت نفسه، هقفل ده واروح على باور اوتوميت نفسه، هلاقي الاوتوميشن بتاعي موجود. هعمل له اديت، هلاقي ان انا رحت للنيو ديزاينر عادي جدا. هروح لكومبوز، يمكن ما لقيتهاش عشان كومبوز بره اللوب. تعال ندخل كومبوز جوه اللوب وندور تاني في بيز 64 جوه الدايناميك كونتنت. اهو جيت اتاتشمنت كونتنت، اتاتشمنت كونتنت، وهقول له ابديت. فكده خد الاتاتشمنت كونتنت وراح محولها
base 64. طيب الخطوة اللي بعد كده إن أنا عاوز أبعت إيميل بسيطة send email، وده اللي بنشوفه كل مرة send an email version 2. هابعت الإيميل بقى لنفسي، مش محتاجين نحوّر في الحاجات دي، وsubject test، وبعد كده below the picture. أنا باحب أعمل حاجة هنا برضه بصراحة تانية، باحب أعمل إيه، باحب لو أنا هاكتب كود HTML أعمل له compose، يعني هاجي هنا وأعمل خطوة تانية وأخلّيها compose وأزوّد الخطوة دي وأعمل هنا كود الHTML. ده الكود بتاع الHTML أنا جايبه من automation تاني أنا عملته، وهاسيبه لك في الdescription بتاع الفيديو ده. ويعني معلش لو نسيت أسيبه في الdescription ابقى فكّرني بcomment، لإنه عقبال ما أعمل edit للفيديو ده ممكن ألاقي نفسي نسيت أصلًا. عمومًا ده الكود بتاع الHTML بتاع اللي هيحوّل الصورة اللي هي base 64، وده نوع الصورة اللي إحنا عاوزينه، هيحوّلها تاني لصورة. كلمة variable دي جاية معايا من الautomation اللي فات هاشيلها، وهاحط مكانها هنا الصورة بتاعتي، فهاعمل كده أجيب dynamic content وهاجيبها من أنا مش لاقيها، فهي نفس القصة، هاقوم واخد compose وأدخّلها جوّه الloop بتاعة for each، وبالتالي بقى تعالَ نعمل نفس القصة ونطلع كمان بالإيميل ندخّلها جوّه الloop. فهاخد بقى compose، واتفقنا إن هنا بعد base 64 بعد الكوما وقبل الdouble quotation هاحط الdynamic content بتاعي أهو compose، وبعد كده هاروح على الإيميل وهاحط برضه الcompose one اللي هو هيدّيني الصورة أو هيحوّل لي الصورة بالكود بتاعها لHTML، فتقدر تظهر لي على الإيميل. هاروح على الdynamic content compose one الoutput بتاعك حُطّه لي هنا، وهاقول له save. تعالَ بقى نروح على power apps، ومن power apps نعمل submit لnew defect ونشوف إيه اللي هيحصل. add a defect new pic defect، وبعد كده نحط بقى الresponsible ونحط الكلام الفارغ ده كله، وفي الattachment هاختار الصورة اللي أنا عايز أعمل بيها القصة دي، وبعد كده هاقول له ما تنساش قبل ما تدوس submit أنا محتاج أعرّف الbutton ده إن أنا لمّا أعمل لك submit في الon success أفضل من الbutton، هتعمل لي run للautomation بتاعتي، هتعمل run. مهم جدًا إن أنا أشيل الreset form عشان أحتفظ بالID، فأنا عملت شِلت الreset form وهاعمل run، هاكتب كده run فهيجيب لي مش notify responsible أهو power apps، هو ده بس لسه ما غيّرش الاسم، لمّا أقفل power apps وافتحه تاني الاسم هيتغيّر عادي جدًا، أو ممكن لو عملت refresh كده ورّيني. لمّا عملت refresh فعلًا الاسم اتغيّر، بس هو لسه ما اتغيّرش فوق أهو، لأ send picture to email body واتغيّر كمان فوق الحمد لله. طيب هنا محتاج أعمل deform1 dot last submit dot ID، وهنقفل القوس على كده، فكده لمّا أعمل الsubmit المفروض ييجي لي الإيميل. تعالوا نجرّب ونعمل كده ونعمل submit، قال لي data saved. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في الautomation نفسه، قال لي إن في automation طلع، يبقى دلوقتي إحنا محتاجين نشوف الإيميل، ده إيميل اسمه test pic. تعالوا نشوف الصورة موجودة جوّه الإيميل والّا لأ. طبعًا يعني بيبقى محظوظ أوي اللي يعمل الautomation ويطلع معاه مضبوط من أول مرّة، بس تعالوا نجرّب كده ونشوف الautomation ده عمل معانا كده ليه. لو بصّينا كده هنلاقي كل الsteps عدِّت مضبوطة ما فيهاش مشكلة. أنا شاكك في حاجة صغيّرة، فخلّيني أرجع أجرّب تاني بإن أنا أعمل submission جديد واختار صورة تانية. يعني أنا كل اللي هاعمله هاختار صورة تانية ليه؟ لإن ممكن الصورة دي يكون الresolution بتاعها عالي أوي، ف ما تقبّلهاش منّي آآ power automate، فخلّيني أختار صورة تانية وأعمل submit ونجرّب كده. أوكي، كده المفروض إن الإيميل يكون راح، تعالَ نشوف هييجي إيه. جِه أهو وجاب لي الصورة، ف طبعًا الصورة صغيّرة، ما عنديش مشكلة في موضوع الصورة صغيّرة، المهم إن هي ظهرت. تعالوا نشوف بقى لو إحنا عايزين نكبّر الصورة ممكن نغيّر في الكود بشكل عامل إزاي. هنرجع هنا على compose one، هنا هتلاقي إن أنا حاطط
maximum height وماكسيمم width، مش هو ده اللي انا عاوزه. انا هخلي الماكسيمم هايت والماكسيمم width بدل ما هما كده هخليهم اوتو، او هشيل ماكسيمم هايت وماكسيمم width دول خالص واخليني في الويدث والهايت، فخلتني ويدث اوتو وهايت اوتو. تعالى نعمل تيست على اخر ايتم احنا عملناه ونشوف الايميل شكله هيتغير ازاي. المفروض التست كده بيرن، المفروض الايميل جه. تعالوا نشوف الايميل الاخير. كده ممتاز. كده الصوره نزلت بالدايمنشنز بتاعتها. واضح ان الصوره اللي احنا نزلناها قبل كده الريزولوشن بتاعها كان عالي قوي، فممكن البروسيسنج بتاعه خد وقت، بس الصوره دي عاديه جدا، نزلت واتحولت معايا ودخلت جوه البادي بتاع الايميل من الاتاتشمنت. خدناها من الاتاتشمنت وديناها جوه البادي بتاع الايميل، او بمعنى اصح باور ابس حطها في الاتاتشمنت جوه جوه شير بوينت ليست، وبعد كده من جوه شير بوينت ليست راحت على البادي بتاع الايميل باستخدام بيز 64. دعوتك الحلوة والى اللقاء. سلام.